يعني كل أهل الأرض في الأرض وأهل البيت في سماء الأرض. ما بينك وبينهم 500 سنة مسيرة عبال ما توصل طب صلي على سيدنا النبي. بيقول لك على أهل الكهف فلا تماري فيهم إلا إيه؟ مراء. إيه؟ المراء يعني إيه؟ المراء يعني الجدال، المناقشة، المناظرة. أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فلا تماري فيهم. ده مين اللي بيتكلم بيقول ربنا للنبي؟ إلا مراء ظاهرا، يعني ما تتكلمش عنهم إلا بظاهر الحديث. قال ليه؟ قال لأن ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. يعني إذا كانوا أهل الكهف يا أولاد اوعى تروح لفقيه تقول له هم كام، ما حدش يعرف. هم كان بياكلوا كيف؟ ما نعرفش. خد ظاهر اللي قلناه وخلاص. تمام؟ إذا كان أهل الكهف لا مراء فيهم ولا تستفتي فيهم منهم أحدا فما بالك بأهل البيت؟ ما بالكم بمن حقق الله مراتبهم الراقية ومراقيهم الجلية وأنوارهم المحمدية، فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بقى أنت أهل الكهف ما فيش جدال فيهم وما نتناقش إلا في ظاهرهم، خدوا على ظاهره. بقى أنت رايح تفتي أنت في سيدنا الحسين ولا تفتي في السيدة زينب ولا تفتي في واحد خليك في حالك، خليك في حالك. لا ما أغضبها يغضبني وما أغضبني يغضب الله. إياكم وزوار آل بيت النبي فإنهم على خير، واقرأوا بتحقيق وإمعان قول الله عز وجل إنما يريد الله يذهب منكم ولا يذهب عنكم؟ يذهب منكم. ما هم ما فهمش ركس، ده الركس في اللي جاي لهم، فبيبعد عنهم الوحش. إذا كان هذا لأهل الكهف يا عباد الله في فتية كل ما فعلوه أنهم هجروا الزور ورحلوا إلى النور، فما بالكم بأهل بيت هم نور الله في الأرض. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله إيه؟ طب يلا مرضوش يقول إيه عشان عارف. قال له ارجع يا واد انت وهو، فإني رأيت وجوها لو نظرت إلى السماء لاقتلعت الجبال من على الأرض. اسمها آية المباهلة. اسمها ايه دي بقى الآية دي؟ آية المباهلة. ايه المباهلة؟ الله تحدى بيهم للتوحيد، كيف تكون مناراتهم بيوتا للشرك.